السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة ستة عاملين ايه؟ هناخد النهاردة الوحدة التانية دروس في عنوان الحضارة الإسلامية، صفحات من الإبداع والريادة. هنبدأ أول درس عندنا في الوحدة التانية بدرس اسمه مصر والدول المستقلة. بعد الفتح الإسلامي سنة 6 لمصر سنة 641 ميلاديا 21 هجريا هيبدأ فترة جديدة. الفتح الإسلامي ده لمصر هيبدأ عصر جديد من تاريخها، هو العصر الإسلامي. طبعا احنا عارفين اللي فتح مصر هو القائد العربي المسلم عمرو بن العاص. طلب من أمير المؤمنين اللي كان موجود في الوقت ده خليفة المسلمين اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان هو يفتح مصر. يعني راح عرض عليه ان احنا ايه رأيك نفتح مصر؟ فكان طبعا قال له ليه، ايه الاسباب اللي انت من خلالها عايز تفتح مصر؟ قال له عندي اسباب دينيه عشان ننشر الاسلام فيها، يعني برضه عشان نامن حدود الدوله الاسلاميه من ناحيه الغرب، فدي اسباب عسكريه، برضه عشان اسباب اجتماعيه ان احنا نخلص اهل مصر من ظلم البيزنطيين اللي هم الروم اللي كانوا محتلين مصر في الوقت ده. طيب يا ترى ايه هي مراحل الفتح الاسلامي سنه 6 لمصر؟ طبعا الفتح الاسلامي ده ما حصلش مره واحده، كان في مراحل بدات بيها. اول حاجه القائد العربي المسلم عمرو بن العاص اتحرك بالجيش بتاعه من فلسطين لحد مصر. بعد كده فتح مدينه العريش بدون مقاومه، يعني ما كانش في اي مقاومه نهائي في مدينه العريش. بعد كده اتجه لحصن اسمه بابليون وقدر ان هو يفتح الحصن ده. وبعد كده انطلق لمدينه اسكندريه اللي هي عاصمه مصر في الوقت ده، وحاصرها واستسلم الحاكم بتاعها اسمه المقوقس. يبقى من هو حاكم اسكندريه اللي هي كانت عاصمه مصر في الوقت ده؟ كان اسمه المقوقس، وقدر ان هو يعمل معاه صلح اسمه صلح اسكندريه مع عمرو بن العاص. يبقى المقوقس طلب الصلح مع عمرو بن العاص، وفعلا تم توقيع الصلح ما بين المقوقس اللي كان حاكم اسكندريه وما بين القائد العربي المسلم عمرو بن العاص. وطبعا المقوقس ده هو والي مصر اللي كان بيعينه الامبراطور البيزنطي. تعالوا نشوف مصر بعد ما تم فتحها او دخل فيها الدين الاسلامي. مصر اصبحت ولايه اسلاميه تبع الدوله الاسلاميه، وطبعا عمرو بن العاص كان هو اول والي في مصر. يبقى مين هو اول والي في مصر بعد ما بقت او بعد الفتح الاسلامي؟ هو عمرو بن العاص. طيب تعالى نشوف بقى ايه الحاجات اللي عملها، او اول الحاجات اللي عملها القائد العربي عمرو بن العاص او والي مصر. اول حاجه عملها بنى مدينه الفسطاط علشان تكون هي عاصمه مصر. وبعد كده بنى جامع عمرو بن العاص اللي كان اول جامع في قاره افريقيا كلها. بعد كده رقم 3 احسن معامله الاقباط، والاقباط دول اللي هم اهل مصر اللي هم المسيحيين، واداهم حريتهم. اللي عايز يمارس الشعائر بتاع دينه المسيحي هو حر براحته، مش هيعمل لحد اي حاجه، يعني في حريه دينيه. طبعا احترام حقوق الاخرين بغض النظر عن اختلاف ديانتهم او لونهم او ثقافتهم، لازم احترم حقوق الاخرين. تعال نشوف ظهور الدول المستقله في مصر. مصر فضلت تابعة للخلافة الإسلامية طوال عهد الخلفاء الراشدين. كل عهد الخلفاء الراشدين الأربعة مصر كانت تابعة للخلافة الإسلامية. والدولة الأموية والدولة العباسية، يعني في فترة الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية مصر كانت تابعة للخلافة الإسلامية. بعد كده ظهرت في مصر دول اسمها الدول المستقلة، والدول المستقلة سنة 6 بدأت تظهر في العصر العباسي التاني. طب يا ترى ليه؟ علشان شوية أسباب. أول حاجة إن الخلفاء بتوع الدولة العباسية كانوا ضعاف جدا، فضعف الخلفاء ده أدى لظهور الدول المستقلة. رقم 2 نفوذ الولاة كان بدأ يزيد، وبدأوا يطمعوا في ثروات مصر الاقتصادية. رقم 3 ان مصر بعيدة عن الخلافة العباسية اللي كانت في الوقت ده الخلافة موجودة في بغداد، فدي الاسباب اللي خلت ناس تستقل بمصر بعيدة عن الخلافة الاسلامية. تعال نشوف الدولة اللي هتبدأ تظهر بالترتيب في مصر. عندي اول حاجة الدولة الطولونية، بعد كده الدولة الاخشيدية، بعد كده الدولة الفاطمية، بعد كده الدولة الايوبية، ودولة المماليك. يبقى انا عندي 5 دول مستقلة لازم احفظهم بالترتيب: طولونية، خشيدية، فاطمية، أيوبية، مملوكية. تعال نشوف أول حاجة عندنا. أول دولة مستقلة اسمها الدولة الطولونية. الدولة دي أول دولة تستقل، يعني تاخد نفسها كده بعيد عن الخلافة العباسية اللي كانت موجودة في مصر. مين اللي أسس الدولة دي؟ على اسمه بالظبط، أحمد ابن طولون. إيه أهم الأعمال بتاعته؟ عمل مدينة اسمها مدينة القطايع. ومدينة القطايع دي في مصر ليه؟ علشان تكون عاصمة للدولة بتاعته. بنى مسجد على اسمه جامع أحمد ابن طولون. رقم 3 ضم الشام والحجاز لمصر، يعني أخذ بلاد الشام وبلاد الحجاز وضمهم لحكم مين؟ مصر.
طبعا الدولة الطولونية بدأت تنتهي وانتهت بعد وفاة أحمد بن طولون، لأن جه بعد أحمد بن طولون ابنه اسمه خماروي. ابنه ده اللي مسك الحكم، والدولة ضعفت بعد وفاته، ومصر رجعت مرة تانية تابعة للدولة العباسية. يعني مصر بعد ما استقلت أيام أحمد بن طولون رجعت مرة تانية للدولة العباسية بعد وفاة خماروي. تاني دولة عندنا سنة 6 هي الدولة الإخشيدية. قلنا طبعا الإخشيد دي لقب فارسي معناها ملك الملك. مؤسسها طبعا هو محمد بن طاغج الإخشيد، مسك حكم مصر واستقل بيها عن حكم العباسيين. أهم أعماله طبعا رجع الأمن والأمان لمصر والنظام. مدينة العسكر اتخذها بقت هي عاصمة مصر. أعاد سيطرة مصر على بلاد الشام والحجاز. طب ازاي الدولة الإخشيدية دي انتهت؟ قال الدولة الإخشيدية دي فضلت موجودة بعد وفاة محمد ابن طاغج الإخشيد، وتولى الحكم من بعده كافور الإخشيدي. بعد وفاة كافور الإخشيدي استولى الفاطميين على مصر وقضوا على الدولة الإخشيدية. يبقى مين اللي قضى على الدولة الإخشيدية؟ الدولة الفاطمية. رقم 3 عندنا الدولة الفاطمية. طبعا اتأسست الدولة دي في أفريقيا اللي هي تونس حاليا. طبعا حاول حكامها أكتر من مرة إن هم يضموا مصر، طبعا بسبب أهمية موقع مصر وقربها من الأماكن المقدسة. جوهر الصقلي هو اللي نجح في الاستيلاء على مصر عشان يبدأ عصر جديد هو عصر الدولة الفاطمية. طبعا عندنا أهم حكامها المعز لدين الله الفاطمي والمستنصر بالله. أول الخلفاء عندنا في الدولة الفاطمية سنة 6 كان المعز لدين الله الفاطمية. أهم أعمال المعز لدين الله الفاطمية في مصر إن هو بنى مدينة القاهرة وبنى الجامع الأزهر الشريف، ونقل عاصمة الدولة الفاطمية للقاهرة، وضم بلاد الشام وبلاد الحجاز للدولة الفاطمية. طبعا بناؤه لمدينة القاهرة هو أمر القائد اللي عنده جوهر الصقلي إن هو يبني له مدينة القاهرة. المستنصر بالله وصل نفوذه لحد بغداد عاصمة الخلافة العباسية، لكن في عهده حصلت حاجة كبيرة جدا اسمها الشدة المستنصرية. الشدة المستنصرية لما حصلت في عهده كانت مجاعة كبيرة جدا، نقص المية بتاعة النيل، حدثت مجاعة كبيرة جدا في مصر. وطبعا كانت من النتائج المترتبة على المجاعة دي إن هي سقطت الدولة الفاطمية. يبقى من أهم نتائج المجاعة أو الشدة المستنصرية هي سقوط الدولة الفاطمية. طب يا ترى الدولة الفاطمية ازاي انتهت؟ طبعا زاد في عهد المستنصر بالله، الوزراء نفوذهم بدأ يزيد، وجه من بعده خلفاء ضعفاء، وده أدى إلى القضاء على الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي. الدولة الأيوبية زي ما قلنا الدولة الأيوبية اللي أسسها صلاح الدين الأيوبي كانت 1174 ميلاديا. طبعا أهم حكامها صلاح الدين الأيوبي، الملك العادل، الملك الكامل، والصالح نجم الدين أيوب. أهم الإنجازات بتاعت الدولة الأيوبية إن هم قدروا يقفوا قدام الحملات الصليبية، ونفوذهم وصل لحد بلاد الشام والحجاز. خامس دولة عندنا دولة المماليك، والمماليك دول مجموعة من الغلمان يعني الأطفال الصغيرة اللي كان الأيوبيين بيشتروهم ويبدأوا يدربوهم على فنون الحرب والقتال. المماليك مسكوا حكم مصر بعد وفاة توران شاه آخر سلاطين الدولة الأيوبية. أول سلاطين المماليك كان عز الدين أيبك. أشهر سلاطين المماليك كان سيف الدين قطز، والظاهر بيبرس، والناصر محمد ابن قلاوون. طبعا انجازات الدوله المملوكيه برضو انهم وقفوا قدام الحملات الصليبيه، وكمان وقفوا قدام خطر كبير جدا هو خطر المغول. طبعا الدوله المملوكيه استمرت وفضلت وقت كبير جدا لحد ما نجح العثمانيين ان هم يسيطروا على مصر، وبكده انتهت الدوله المماليك سنه 1517. طبعا زي ما قلنا ان كل سلوك بنقوم بيه بيأثر في البيئة المحيطة بينا. ماذا يحدث لو تفانيت في حب بلدك؟ طبعا مصر هتبقى فيها استقرار دائم، مصر هتبقى دولة قوية متماسكة، محدش من الأعداء أبدا هيطمع في خيرات بلدنا العزيز، وطبعا هتبقى أمة قوية يحتذى بها بين الأمم، وهنعيش في أمن وتقدم وبكده سنة 6 خلصنا درسنا النهاردة. أشوفكم في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.